هالمربى مثل الذهب، قطعة متماسكة وبتقرش قرش. يلا نعمل هالقطعة الذهبية الشفافة الطيبة المقرمشة. بختار نوع اللقطينة تكون ناضجة، بدي بلش أقشرها وأتخلص من البذور والأنسجة اللي جواتها. قطعها لمكعبات تقريبا حجم وسط أو الشكل اللي انتو بتحبوه. ليضل عندي المربى قطعة متماسكة ضروري استخدم هيدا نوع الكلس، فبدي اخد تقريبا مقدار كبايتين من الكلس، بدي اغمرهم بالماء واتركهم فترة تقريبا لحتى يبلش عندي يرقد هيدا الكلس. انا بدي اخد بس الماء اللي فوق المصفاية عندي. بعيد العملية لحتى يصير كل قطعة اللقطين مغمورة بالماء. بتركهم تقريبا مدة 12 ساعة منقوعين من عشية للصبح. برجع بدي بلش غسلهم، اتخلص من هيدي مية الكلس، غسلهم كذا مرة 4-5 مرات لحتى تصير عندي المي كتير نظيفة. بطنجرة بضيف قطع اللقطين، ضفت عليهم السكر تقريبا لكل كيلو من اللقطين ضفت نص كيلو من السكر. رح اتركهم هيك كذا ساعة، كل شوي بقلبهم لحتى يصير عندي هيدا السكر بدوب وبصير عندي مي، بنزل ميته يعني. زدت غمرتهم مي وضفت عليهم عصير نص حامضة، تركتهم يغلوا. هون إضافات بتقدر تضيفوا عود قرفة، أي شي مطيبات أنتوا بتحبوها. بتركن يغلوا على النار لحتى يعقد عند القطر وتصير الحبة عندي شفافة. وهيك بتركن ليبردوا. بعبين بمرات بين، وألف صحة.